لو محدش شاف شغلك كنت هتعمله بنفس المستوى، ولا بتشتغل عشان حد يقول لك الله ينور انت شاطر؟ خليني اكون صريح معاك، كلنا بنحب التقدير، كلنا بنحب الناس تلاحظ مجهودنا، وده طبيعي. المشكلة مش في انك تحب التقدير، المشكلة لما التقدير يبقى هو السبب والمحرك الاساسي اللي بيخليك تشتغل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو شغلك مش هيتشاف حماسك هيقل، لو محدش هيقولك برافو الله ينور مستواك هينزل. هنا لازم تقف لحظة. في ناس بتتعب جدا وبتبذل مجهود جدا في الشغل، بس اول حاجة بعد ما بتخلص بتبدأ تدور مين شاف الشغل، مين موجود سي في الايميل، مين اتعمل له منشن في الميتنج. مش غلط ان الناس تعرف شغلك ومجهودك، لكن الغلط ان يبقى هو ده الدافع الاساسي لشغلك. في آية في القرآن الكريم بتقول ايه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. يعني حتى لو محدش شايف فربنا شايف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وحتى شغلك داخل في المعنى ده. نيتك هي اللي بتحدد قيمة العمل اللي انت بتعمله. السؤال بقى، انت بتشتغل عشان مين يشوف؟ الاخلاص مش معناه انك تبقى ساذج، ومش معناه انك ما تطالبش بحقك، لكن معناه ان الدافع الداخلي يكون اقوى من التسقيف اللي انت مستنيه من بره. انك تشتغل صح حتى لو مفيش جمهور بيسقف لك. من بكره قبل ما تبدأ شغل قول في سرك انا هعمل ده صح حتى لو محدش لاحظ. جرب مرة تخلص وتعمل الحاجة بإتقان من غير ما تعلن عنها، وراقب إحساسك. لو حسيت إنك متضايق ما تقلقش، أنت طبيعي، بس لازم تراجع نيتك. الوعي مش إنك تبقى كامل، الوعي إنك تسأل نفسك السؤال الصح. أنا محمد أبو حميد، الوعي مش بيزنس، الوعي مسؤولية.